السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أنا جاي لك من عالم التراكمي. تعالى كده نشوف إيه هو الزمن اللي جابه في نموذج واحد في سؤال بدرجة، وفي نفس النموذج في سؤال بدرجتين من نماذج 2026. يلا بينا نشوف الزمن اللي موجود علينا في التراكمي، وهو زمن الباست كونتينوس، زمن الماضي المستمر. وخليها قاعده ثابته في حياتك ان اي زمن اخره كلمه كونتينوس لازم يكون اخره اي ان جي، تبقى ثابته في دماغك لانها بتعبر عن الاستمراريه. يبقى الاي ان جي مع الازمنه تعبر عن الاستمراريه. تعال نشوف تكوينه في المبني للمعلوم وتكوينه في المبني للمجهول، لان دول اهم نقطتين لازم تكون عارفهم. هو الباسيف فويس، هو الاكتيف فويس. المبني للمعلوم الذي يبدا بالفعل الذي يقوم بالفعل، والمبني للمجهول الذي يبدا بالمفعول او النائب الفاعل الذي يتاثر بالفعل. تعال نشوف التكوين. وهو في المبني للمعلوم فاعل مفرد زائد ووز، فاعل جمع زائد وير، والاثنين بلس الاي ان جي. يبقى انا ليه مصنفها لك؟ عشان تفتكر جل من لا يسهو، لان الفاعل في اي زمن بيتصرف الى مفرد او جمع. الفعل المفرد بيحب الفعل اللي اخره اس، والمفعول المفرد في اي زمن بيتصرف الى مفرد او جمع بيحب الفعل اللي اخره اس. فنشوف المبني للمعلوم تاني: الفعل المفرد زائد ووز، الفعل الجمع زائد وير، زائد الاي ان جي. وبفكرك بحاجه، ان الاي في الماضي المستمر بتيجي مع الووز وليس الوير. تعال نشوف الباسيف فويس. المبني للمجهول هو المفعول المفرد زائد ووز، والمفعول الجمع زائد وير، والاثنين بلس بينج بلس البي بي. بفكرك برضو ايه هو البي بي: التصريف الثالث للفيرب باضافه دي او اي دي او اي اي دي، او التصريف الثالث من الافعال الشاذه. تعال اقول لك الكلمات الداله اللي بنتكلم عنها في الباست كونتينوس، وهي كلمات مهمه. انا بديك الملخص قبل ما احل لك المثالين عشان تفتكر الدرس. انا ممكن احل لك المثالين بس انت هتفهم المثال نفسه مش هتفهم القاعده نفسها، وممكن ما يجيلكش نفس المثال، يجي لك على نفس التركايه بس بكلمات اخرى. فلازم تفهم القاعده قبل المثال. وهي while اللي equal as اللي بتساوي just as اوتوماتيك في اي مكان في الجمله. ماضي مستمر، ماضي بسيط، واحيانا بيبقوا ماضي مستمر، ماضي مستمر حدثان مستمران في وقت واحد. اما لو ماضي مستمر ماضي بسيط حدث مستمر قطعه حدث اخر. يبقى احيانا وايل اللي اختها از اللي اختها جاست از، الاثنين ممكن يجي بعدها ماضي مستمر، ماضي مستمر حدثان مستمران في وقت واحد. انا قاعد عمال اذاكر واخويا قاعد عمال يتفرج على التلفزيون، يبقى الاثنين ماضي مستمر. انما انا قاعد بذاكر والتليفون رن عليا، يبقى واحده ماضي مستمر والثانيه ماضي بسيط. الحدث مستمر قطعه حدث اخر. يبقى لما نيجي نتكلم على وايل اللي اوريدي بتساوي از بتساوي جاست از ماضي مستمر، والحدث الثاني ماضي بسيط، نشوف وين ماضي بسيط ماضي مستمر والعكس، يعني ماضي مستمر ماضي بسيط. during بمعنى اثناء وبيجي بعدها اسم. on بمعنى عندما بيجي بعدها الاي ان جي. طب تعالى بقى نشوف التركايه المهمه، وهي تركايه المعادله الزمنيه اللي انا عاملها لك، اللي هي بتريحك وبتقدر تحل بيها. زي لو لقيت ميعاد محدد وثابت في الجمله، ولقيت كلمه داله على الماضي البسيط، اوتوماتيك تجيب ماضي مستمر. واوريها لك في الاكزامبل اللي جه في النموذج بالتركايه. يبقى هي قاعده ثابته في حياتك: ميعاد محدد زائد كلمه بتدل على الماضي البسيط بتساوي ماضي مستمر. تعال اوريك الامثله والاكزامبلز اللي جت في نفس النموذج. جت في نموذج، السؤالين دول جم في نموذج على الماضي المستمر، والسؤالين جمال جدا. تعال اوريك المعادله اللي انا كنت لسه بقول لك عليها، وهي وي dinner at 8 p.m. yesterday. تعالى ادي جايب لك ميعاد محدد، وجايب لك كلمه من كلمات الماضي البسيط. المعادله اللي فوق كانت بتقول لي اللي انا لو لقيت ميعاد محدد زائد كلمه داله على الماضي البسيط بتساوي الماضي المستمر. وهو انت لو عملت لها سهم هتلاقي ادي الميعاد المحدد، لو عملت لها كلمه داله على الماضي البسيط هتلاقي يسترداي، يبقى احنا اوتوماتيك هتساوي ماضي مستمر. يبقى انا لما الاقي الميعاد المحدد والاقي كلمه بتدل على الماضي البسيط الايكوال بتاعها ماضي مستمر. وانا عارفه ان الماضي المستمر was aware زائد الفيرب زائد الاي ان جي في المبني للمعلوم، او was aware being زائد البي في المبني للمجهول، وان الفعل المفرد او المفعول المفرد بيحب الفعل اللي فيه اس. طيب هو وي، ما هي وي جمع مش تاخد اس، ولا زي هتاخد اس، هي هتاخد وير هافينج، لان وي وزي ويو اوتوماتيك بتاخد الاي ان جي. اما الاي والهي والشي والات بيحبوا الفعل اللي اخره اس. تعال نشوف المثال الثاني اللي جميل قوي وجايبه في نفس النموذج بس جايبه في السؤال ابو درجتين. تعال نشوف المثال ده: while we watch التي في.
the phone rang. الوقت اللي انا بتفرج فيه على التلفزيون التليفون رن. لو انت ركزت في القاعده انا شرحتها لك في الاول، قلت لك ان الماضي المستمر حدث مستمر قطعه حدث اخر، يبقى انا عمال مستمر في مشاهده التلفاز والتليفون رن، يبقى الطبيعي الاولاني مستمر والتاني بسيط. تعال نشوف بقى تكمله الجمله بيقول لي which of the following corrects the mistake in this sentence. بيقول لك اي من الجمل التاليه اللي هي هتصحح لي الخطأ اللي موجود في الجمله فوق. يعني هو جايب لي جمله وفيها ميستيك، يعني هو لغى لك الري رايت ولغى ذا فاين ذا ميستيك، بس جايبها لك على هيئه تشويس. يعني جايب لك جمله فيها خطأ وجايب لك تشويس وبيقول لي انت بقى يا استاذ شوف الصح واختار منه. يعني لازم تكون فاهم الرولز، لازم تكون فاهم القواعد كلها، ولازم تكون فاهم تركيبه الزمن، ولازم تكون فاهم استخدام الزمن. طب تعال نشوف الميستيك. هل هو الميستيك هنا في الجمله دي نشيل وايل ونحط افتر، نشيل رانج ونحط ووز رينجنج، نشيل وايل ونحط بيفور، نشيل واتشد ونحط وير واتشنج؟ الطبيعي تعالى اقول لك، ما انا قايل لك فوق ده انا قاعد بشاهد التلفزيون والتليفون رن، يعني حدث مستمر قطع حدث اخر، يعني وايل هتفضل زي ما هي. يعني الطبيعي يقول وايل وي واتشد ولا وايل وي وير واتشنج، زي ما انت بتقول كده وايل وي وير واتشنج تي في. فالاجابه هتبقى اللي احنا هنشيل واتشد ونحط مكانها وير واتشنج، هي دي الاجابه اللي هي الصحيحه، اللي هي رقم او لتر دي. لتر دي هي الاجابه الصحيحه، اللي احنا هنشيل واتشد ونحط مكانها وير واتشنج. ونخلي بالنا السؤالين جابهم في نموذج واحد بدرجتين وسؤال فابو درجه، يبقى 3 درجات على منهج تراكمي. المفروض انت ما كانش عليك، بس الانجليزي مقرر عليك كله من اول ما قلت يا لغه. فركز في التركات دي قوي، تركات الباست كونتينوس تنس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانتظر تركات جديده ان شاء الله.